في عالم صناعة الأحذية اللي تعتبر صنعة قديمة وأغلبها رجالة، جيجي ومنى قرروا يخوضوا التجربة ويشتغلوا على صنعة ليها تاريخ من آلاف السنين بنفس الإتقان والروح، بس بطريقتهم. خلوا الجلد اللي بتجهزه ستات حلاب وشلاتين خامة أساسية في شغلهم، وخلقوا فرص عمل مستدامة ما كانتش موجودة. ومن ورشة صغيرة في القاهرة خرجت بولجا اللي قدرت تربط أجيال مختلفة بتصميمات تراثية بس بروحها جديدة ومعاصرة جدا جدا. كل قطعة معمولة بحب وذوق بيربط الماضي بالحاضر بفن وبساطة ودقة. أنا جيجي إبراهيم، كو-فاوندر بولجا وكمان مسؤولة الماركتينج والسيلز. أنا منى سرور، أنا كو-فاوندر في بولجا وتشيف ديزاينر، مسؤولة عن الجزء التصميمي والإبداعي. خرجت من علوم سياسية وكنت صحفية اكشلي، فده الباك جراوند بتاعي. أنا خريجة تربية فنية، بشتغل في الحرف اليدوية من 2013. اشتغلت قبل كده اللي هو بنثقف الناس أو الجمهور إزاي بالفن عن طريق الحاجات بإيديهم والحرف وكل الكلام ده. وبعدين في 2013 اتجهت الى التسويق والديجيتال ماركتينج بالاساس. دخلت مجال الحرف اليدويه ان انا اشتغلت في شركه موجوده في القاهره، يعني بتشتغل مع حرف يدويه وبتسوق شغل حرفيين، فانا كنت مسؤوله التسويق هناك. وده الحقيقه كان الباب اللي فتح عليا بقى كل حاجه اللي انا فيها دلوقتي. الحرف اليدويه بالنسبه لي هو المكان اللي شبهي بالظبط. يعني هو ناس بتقولي انتي شبههم، يعني اما بقعد مع الناس الحرفيين وكل الكلام ده كله بيقولي انتي بتتكلمي اللغه بتاعتهم. فده اكتر حاجه بالنسبه لي اللي هو انا رحت الحرف فانا في المكان الصح. وده المكان اللي انا قابلت فيه شريكتي منى، اللي هي برضو مسؤوله، كانت ساعتها مسؤوله تطوير منتج وانا كنت مسؤوله تسويق. فاحنا اشتغلنا في المكان ده حوالي 3 سنين مع بعض، وي اوفرلاب يعني 3 سنين هناك. وبعدين لما مشينا من الشركه دي انا صراحه كنت في مفترق طرق كبير، لانه يعني كان صعب ان انا اكمل في البلد، وكنت بفكر اكشلي اسافر واسيب مصر. وبعدين اكتشفت ان انا لو عاوزه اقعد في مصر انا لازم اعمل بيزنس بتاعي عشان يعني ابقى my own boss kind of thing. فكلمت منى وقلت لها بصي هم حطوا الحرف في كل حاجه ما عدا الجزم، ف ايه رايك؟ الحرفيين اللي احنا اشتغلنا معاهم دول نكمل شغل معاهم بس نعمل منتج جديد خالص. فانا سبت الشركه اللي كنا بنشتغل فيها، بس اشتغلت بارت تايم في حاجه بتاعت حرف برضو، هوم ديكور. الفكره فين هويتنا في الحذاء؟ طب ايه الحذاء القديم اللي عندنا؟ طب ايه ما فيه البلغه المصري؟ فين البلغه المصري؟ مفيش حد بيعمل بلغه مصري خلاص. فكان دي البدايه، يعني ان احنا خلاص احنا مفيش اكتر من التراثي المصري الاصيل اكتر من البلغه، فاحنا هنبني اصلا الفكره كلها عن اعاده احياء البلغه وتدخيل حرف يدويه تانية فيها من بقى المجموعات اللي احنا اصلا كنا بنشتغل معاها، بس ما كانوش بيشتغلوا في الجزم، كانوا بيشتغلوا في الحرف بتاعتهم التقليديه اللي هي التطريز، الجلد اللي من شلاتين، الخزف، يعني حتى اشتغلنا في نحاس، في خشب، في فخار، في سجاد. فاحنا الحقيقه انا ومنى كان عندنا باك جراوند قوي جدا في مجال الحرف اليدويه اللي كلها في مصر كلها. فابتدينا نشوف ايه من الحرف اليدويه دي اللي ينفع يدخل في صناعه البلغ. فده طبعا كان الواقع في الوقت ده. في الوقت ده انا كنت بتكلم مع واحد صاحبي بحكي له عن ايه اللي بيحصل، اللي انا المشروع الجديد اللي هعمله. وبعدين قال لي انت عارفه يا جيجي ان انا بشتري من فرنسا بلغه كل سنه ب 100 يورو. هو بس قال لي المعلومه دي، انا دخلت بقى ادور على سوق البلغ في العالم وحجم السوق ده ايه. لقيت ان طبعا المغرب نمبر 1 ومصر مش موجوده خالص، يعني هي مش في الصوره في المجال ده اساسا. في حين ان احنا يعني عندنا البلغه دي في تراثنا الشعبي. وكمان مش بس كده، احنا يعني يعتبر المصريين عملوا اول جزمه في المتحف قدماء المصريين، يعني الناس بتيجي من حوالين العالم كله عشان تيجي تشوف الجزمه اللي لسه عايشه من وقت رمسيس واوزوريس والكلام ده. ليه اخترتوا بقى حلاب وشلاتين؟ يعني مفهوم دلوقتي البلغه كفكره جت منين، انما
انتوا طبعا عايزين تستخدموا الحرفيين او الارتيزنز او الفنانين اللي موجودين في الحتت دي، بس اشمعنى حلايب وشلاتين؟ ليه ابتدينا بشلاتين بالذات؟ لانه شلاتين اصلا هي الحرفه اللي بيعملوا جلد فروم سكراتش. يعني ايه اوت اوف اول الحرف اللي احنا مرينا بيها في شغلنا اللي قبل كده، كانت دي الحرفه الوحيده اللي ابهرتني الصراحه. فمثلث حلايب وشلاتين ده في اصلا ثقافه مختلفه، في ثقافه مختلفه، وهو في صراع ما بين مصر والسودان عليه. فالناس اللي عايشه في المنطقه دي ما ينفعش تخرج بره المنطقه دي، فهم عايشين في المنطقة دي، بياكلوا وبيشربوا وبيعيشوا حياتهم من الأرض، سواء بيشتغلوا في رعي الغنم أو في السياحة أو في الصيد. والستات بتشتغل في الحرف اليدوية عشان أي حاجة بتطلع من المعيشة بتاعتهم هم بيستخدموها تاني في معيشتهم الأساسية. يعني إحنا اللي عملناه بقى مع هؤلاء السيدات الجميلات إن إحنا طورنا معاهم الحرفة نفسها. فبدل ما يعملوا دلاية أو أنكلت أو نكلس صغيرة أو حتى شنطة صغيرة، إحنا ابتدينا نشوف معاهم التكنيك اللي بيستعملوه عشان يعملوا الجلد ده، وإزاي يعملوه بشكل أكبر فإن هو يدخل في جزمة. الكور الأساسي بتاع بلغة هو إن إحنا هندخل حرف تراثية مصرية داخل حرفة البلغة، فده الكور الأساسي. مش هنخلي البلغة لوحدها إن هي تبقى الكور الأساسي بتاعنا، بس إن إحنا هنلف مصر كلها وكل كوليكشن بندخل حرفة جديدة. ابتدينا بحرفة الشلاتين لان هي دي الحرفه اللي خدت قلبنا قوي لما كنا بنشتغل في الشركه. سميناها حاجه اسمها فيفر اوف مرسى علم او فيفر اوف ساوث، حمى الجنوب. هي ادتني حمى الجنوب وانا اديتها حمى سيوه، فقلت لها خلاص انت هتوديني الجنوب وانا هوديكي سيوه. كومبليتلي ناتشورال، طبيعيه 100%، معموله من الصحراء من ايدين الستات الجميله دي. فاحنا ابتدينا بشلاتين مخصوص عشان احنا شايفين ان هم اكتر حرفه في مصر مهمشه، لسبب بعدهم، لسبب ان هم ما يقدروش يتحركوا من هذا المثلث، فهم ما عندهمش غير حاجات قليله جدا جدا يقدروا يعملوا منها رزق او يجيبوا منها دخل. والحقيقه هم مش عاوزين يتهجروا. فالجنوب عمل لنا حمى من الناس وحمى من اللي بيعملوه والحاجه اللي بيطلعوها والابداع اللي بيحصل. هم مبدعين بدرجه كبيره جدا بالفطره، بالظبط مبدعين بفطرتهم. فابتديت بدايه العيله ابتدت من عند الجنوب وطلعنا بقى من الجنوب لفوق. الفرق اللي انا ملاحظاه جامد قوي في الليدرز ان هم بقوا مور امباورنج، بقوا عندهم قوه. هم اصلا كانوا ستات اقوياء الصراحه على كل الاصعده، هم ستات اقوياء، شخصيات قويه جدا، بس هم بقوا مور امباورنج، بقوا حاسين ان هم يقدروا يعملوا حاجات اكتر لنفسهم، قادرين ان هم يفكروا ازاي يتوسعوا اكتر، ازاي تجيب مثلا عربيه عشان تلف على قرى اكتر بكتير والنجوع وتلف في الجبل وتطلع. فهم بقوا مور اكتر حاسين انه طب انا عشان يخرجوا بره القالب اللي بالظبط، يخرجوا بره دايرتهم الصغيره للدايره الاوسع بكتير بقى. فدي طبعا حاجه بالنسبه لنا يعني مبهجه. ايه اكتر تحدي، يعني هقول في تحديات طول الوقت في عالم الانتربرينورز والبزنس والسمول بزنسز بالتحديد، يعني ايه اكبر تحدي ممكن نقول انه كان ممكن يوقفكم او ممكن يخليكم تيأسوا بس انتوا تغلبتوا عليه؟ وايه اللي خلاكم تتغلبوا عليه؟ ايه اللي حسسكم انه لا انا هكمل؟ طبعا في تحديات كبيره جدا قابلتنا طول الوقت من اول ما ابتدينا، بس في تحديات انا ما كنتش عامله حسابي عليها، وهي كانت فعلا التحديات اللي لسه مكمله معانا لغايه النهارده، وهي ان احنا بنتين بنعمل بلغ في مصر. يعني في صناعه الاحذيه نفسها، الورش الصناعيه دي كلها تقريبا رجاله. ان انا انفورس في الورشه الصناعيه انه لا نفذها بالطريقه عكس ما انت بتقولها تماما، ان احنا اصلا نقنعهم ان هم يشتغلوا معانا. يعني تقريبا لو احنا كنا رجاله او شكلنا مختلف كان ممكن وثقوا فينا اكتر او كده. يعني انا جايه اقول لواحد بيشتغل في المجال بقاله 20-30 سنه لا انت مش هتعمل البلغه كده، هتعمله كده. فجزء من الموضوع ان هم انا كنت شايفه وجهه نظرهم وفاهمه ان هم طب واي ليه هم هيثقوا فيا؟ انا مين يعني؟ انا ولا دارسه بلغ ولا بنت بلغي ولا عارفه اي حاجه عن الموضوع. فلما جيت بقى اقول لا تتنفس كده بدل كده، فبيحصل بقى ريزيستنس. هم هيفضلوا يقاوموني لحد ما لا نهايه. حد فيكم هيستسلم؟ انا عايزاها كده، اعملها غلط، انا اللي بقرر هي تتعمل غلط، مش لو غلط بتاعتي
تمام. فده فعلا خد تشالنج كبير، وساعات كتير لغايه النهارده ان اي حد بعينه جديد لازم اقعد بقى اقنعه انه احنا بزنس وبنكسب والله وهدفع لك الماهيه. يعني تغلبنا بقى على التشالنج دي ازاي؟ ان احنا فعلا في الاخر بقى عندنا فريق بيصدق فينا بجد. يعني احنا بنفلتر طول الوقت، واللي ما بيكملش بنجيب حد تاني. وده عامه يعني اي بزنس في مصر موضوع ان انت تلاقي حد كويس ويمشي او يقعد او كده. فاحنا الحمد لله ان في ناس معانا من دي 1 مكمله معانا لغايه النهارده. وحتى اللي بيجي عمره ما بيمشي، يعني بيجي وبيروح، بيبقى ممكن عنده ظروف بيرجع تاني يعني. فاحنا الصراحه بنحب الصنايعيه اللي احنا بنشتغل معاهم، بنشوفوا ان هم فنانين. شويه بشويه لما بننجح وبنكبر هم بيصدقوا ده، والثقه بتكبر اكتر واكتر. احنا بنعمل حاجه جديده في بولجا، ان احنا بنحاول ندخل العنصر النسائي اكتر في صناعه الاحذيه. لما ابتدينا وكنا في الدرب الاحمر كنا بندور اصلا على ورشجيه ستات، بندور هل ده نموذج موجود اصلا. فقابلنا زينب كانت ماسكه ورشه تقريبا في حته عند مجرى العيون، عند سوق مجرى العيون. ورحنا وقابلناها وسمعنا عنها، دي ست ماسكه ورشه وصنايعيه وبتاع. فكان عاجبنا فعلا الموضوع ده جدا، ورحنا لها وقلنا لها طب ايه مش هتيجي تشتغلي معانا؟ طبعا هي يعني وقتها احنا كنا لسه مبتدئين، ما عندناش ناس كتير، ما عندناش قوه يعني دفع عاليه، ولكن كنا حاطينها في دماغنا لغايه الحمد لله كبرنا شويه وشويه. ورحنا لزينب، هي يا زينب تقدري تيجي يا زينب، تعالي يا زينب. فزينب دلوقتي معانا. طب الحمد لله عظيم. بقالها تقريبا 2 أو 3 معانا. طب لذيذ قوي. واحنا مبسوطين بيها جدا. هي بتعرف تعمل كل حاجه، بس هي اختصاصها المكانجيه. أنا زينب، عندي 31 سنة، كنت شغالة في مجال الأحذية. محمود سعيد محمود سلطان. أنا مهنتي إن أنا كنت بصنع البلغ الفرعوني. أنا اسمي أسماء، كنت خريجة آداب قسم سوسيولوجي. أنا أصلا مهتمة بمجال الحرف اليدوية. أنا اسمي حسن الشاذلي، كنت الأول طالب في المجال بتاع الأحذية ده، يعني خارج من معهد الأحذية. كانت أستاذة جيجي كلمتني فقالت لي إحنا عايزين نعمل مشروع على قد كده يدوي هاند ميد. كنت في خان الخليلي، وكانت أستاذة منى نازلة تسأل على حد بيعمل البلغة، فواحد اسمه شادي قال لها عم محمود سلطان هو اللي بيعمل البلغة الفرعوني وبتاع والكلام ده. هي قابلتني وتقابلنا مع بعضينا، والكلام ده مثلا في 2014 حاجه زي كده. فبالصدفه كده الاستاذه جيهان كانت قابلت اخويا وقالت له احنا عايزين حد خبره وبتاع بيفهم في المجال ده. فقال لها اخويا ايه شغال في الشركه الايطاليه وهيجي يساعدك. فبقيت بعد الشركه اروح ايه اساعدهم. فمن هنا بدانا ايه مع بعض بقى. ايه اكتر حاجه حسيتي ان المكان ضافها لك بولجا؟ الحرفه ذات نفسها ان هي يدوي من الاول للاخر، حتى ان المكنه مثلا بتخش فيها مكنه مش يدوي بس بتخدمها بتكملها ان هي تبقى هاند ميد. احساسك ايه بانك بدات معاهم؟ يعني اللي انا كانت بتقوله لي جيجي ومنى انه انت اول حد زي ما تقول امن بيهم. انا امنت بيهم لان هم راحوا ورش وراحوا لناس برضه عشان تعمل الشغل. وفي ناس كانت بتقف معاهم، في ناس ما بتفكرها ان هي مثلا جايه تعمل حاجه كده وبتاع وتمشي والكلام ده كله. مش مستوعب مثلا ان ممكن الحاجه دي مثلا تستمر مثلا، او مثلا يبقى في مصلحه من ورا منها. بقالكم كده كام سنه او بتشتغلي معاهم من كام؟ انا بقالي دلوقتي دي يعني هبتدي في 5 سنة مع بولجا. تخصصك ايه بقى جوه بولجا؟ انا تخصصي جوه بولجا الحاجات اللي ليها علاقه باللوجستيات كلها، يعني زي الشوبس بنوزع على محلات كتيره، الكواليتي كنترول بتاع المنتجات، في شويه جزء ليه علاقه بالسيستم، يعني بعمل حاجات من كل اريا جزء كده. ايه اكتر قطعه اشتغلتوا عليها وانت حاسس انها قريبه لقلبك، او اكتر قطعه بتحبها؟ هي جميله النوت اللي بيترسم ده، بس هو بصراحه بياخد مني مجهود جامد. يعني انا عشان افصله بالقطر وارجع تاني بعد كده افضل ارسم نجمه 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 نجمه، ولازم ترسميها بتركيز. بياخد منك مجهود، بس هو موديل ما شاء الله حلو واخد وضعه معاهم هنا. اكتر قطعه اشتغلت فيها حبيتها كانت الصابون، حاجات النوت اللي هي بتتطرز يدوي في السيوه والحاجات دي. الصابون الاصيله. لا مش يعني هو البلغه هي الصابون،
أيوة. وفي عندنا اللي هو الخف ده برضو حاجه شبيهه للبلغه بالظبط يعني. بالنسبه للخف اللي احنا عاملينه هنا، اذا كان مثلا اللي هو المتجدل او مثلا اللي هو الساده، ده هو ده البلغه يعني. انا بعتبره ان هو ده البلغه. بحب النوت قوي علشان انا اصلا بحب النجوم والسماء واللون الازرق، بحبه قوي. وبحب الاجواز اللي بيبقى فيها شراشيب وحاجات كده مختلفه شويه. كان قرارك انك تبقى زي جزء من عيله بولجا؟ يعني انا بشوفها دلوقتي او اللي بيوصفها منى وجيجي انها عيله خلاص. كان قرارك انك تبقى جزء من العيله دي كان قرار سهل ولا اخدت وقت شويه انه لا يعني؟ لا، انا بالنسبه لي عادي، لان هم الناس مش معتبرين ان انا مثلا غريب عنهم مثلا او صنايعي مثلا بتاع. لا، هم معتبرين المكان ده بتاعنا كلنا، واحنا كلنا هنا واحد. احنا صحاب بقالنا تقريبا 12 سنه، اتقابلنا في مكان ليه علاقه برضو يعني في نفس المكان ده، فاحنا مكملين يعتبر في نفس المجال، بس يعني عملنا حاجه خاصه بينا احنا، فبقيتوا عيله. بقينا عيله كبيره. احنا بدانا بالضرب الاحمر مع محمود اللي كان قاعد ده في مكان صغير يعني المكان كله تقريبا كان قد الاوضه دي، كلنا في اوضه واحده. فبدانا من هناك، فهم عمالين بيكبروا واحنا بنكبر معاهم. لو حد جاي الورشه جديد او عايز يشتغل في المجال ده انما متردد، تقولي له ايه؟ لا، اقول له خش وجرب يعني، حاول ان انت تعمل حاجه. وانا اصلا ما قعدتش معاهم من الموضوع كده، انا قعدت لان انا شفتهم هم بيتعبوا، بيسعوا ان هم يغيروا ويطوروا كل شويه، فشفت مستقبل. فقلت انا برضو مستقبلي معاهم، ان احنا بنشتغل، مش بنشتغل عند بعض، انا بشتغل فرد من الافراد اللي هنا كلنا مع بعض، فبنعمل حاجه للمكان عشان يقوم، لاننا كلنا فيه، كلنا بنستفاد منه. فاقدر اقول ان انت عموما لما التيم بتاع بولجا سواء كان جوه القاهره او بره القاهره هم عيله ديفينتلي، اكيد. ده عيله كمان. بيزعلوا قوي لو ما سافرتش في الافراح، لو ما اتكلمتش وهم حد عيان، لو هم كلموني مثلا وانا ما ردتش فعرفوا ان انا كنت عيانه، فلو مثلا حد توفى وانا نسيت اعزي او اتاخرت او ما عرفتش او ايا كان يعني. لا، هم بيبقوا عايزيننا قوي قوي نحضر كل المناسبات اللي هي بتاعه العائلات، مش بتاعه البيزنس، اللي هي الافراح، الاحزان، كل الحاجات دي بيبقوا حد عيان، حد نقدر نساعده مش عارف في كذا، حد نقدر نساعده. عيله. الناس كلها الحرفيات او الحرفيين اللي بيشتغلوا معاكم بيشوفوا بولجا ازاي؟ ده احلى حاجه بحبها، لما الحرفي اللي احنا بنشتغل معاه بيشوف المنتج النهائي. فانا بصر ان انا كل مره اروح شلاتين او ازور سيوه اخد لهم شغلهم بعد بقى ما اتدخل في البلغه او اتدخل في الشغل النهائي، واديهم اكشلي بير من البلغه او من المنتج اللي هم اشتركوا في عمايله يعني. بينبهروا جدا، بيحسوا ان هم عملوا مشاركين معانا في النجاح، ان احنا ابتدينا مع بعض سلم معين ومكملين فيه. افتكر عيشه في شلاتين لما اديت لها البلغه الوينج طبعا لبستها وقالت لي انا هروح بيها كل المعارض، وكانت مبسوطه بيها جدا، وقعدت توريها للستات اللي بتلم منهم الشغل وتعرفهم علينا وتقول لنا دي جيجي ومنى اللي بتعملوا لهم الشغل. فكان حاجه جميله جدا ان احنا بنقدر نزورهم وبنقدر نطمن ونقدر نعمل معاهم علاقه شخصيه، لان هم يعني هم جزء لا يتجزأ من بلغه يعني التيم. بالظبط يعني هم فندر اي نعم، وهم حد بيورد لنا خامه بنشتغل بيها، بس هم في الاخر من غير الخامه دي انا مش هعمل بلغه، فهم الاساس برضو يعني. فده طبعا بيدوم احساس انه احنا صح طول الوقت، نقدر نعمل اللي احنا بنعمله، وانه ده نجاح هم مشاركين فيه. طب امتى بقى عرفتوا ان انتوا صح؟ انا ممكن اتكلم عن نفسي. انا عرفت ان انا صح من اول عينه طلعتها وانا في الدرب الاحمر. اول عينه طلعتها وانا في الدرب الاحمر، من قبل ما اعمل القالب، من قبل ما اعمل اي حاجه، بعت بس قماش وجبت جلد من شلاتين وعملتها على قالب البلغه العادي بتاعها، وغيرت كده كام حاجه. اول ما شفتها دي قلت انا صح. بس ومين اللي فاليديت الكلام ده؟ جيجي وماما. جيجي وماما هما الاثنين قالوا لي كأنك انت الدكتور اللي بيشوف المولود لاول مره. بالظبط. هي انا كنت دايما بقول لاصحابي بلغه كانت ولاده متعسره. هي كانت ولاده متعسره، بس هي اتولدت يعني. أيوة. اتولدت وكبرت الحمد لله. طب ايه اكتر نوع من الكاستمرز اللي بيفرحك؟ انا
اكتر كاستمرز عندي بيفرحني اللي ما بيعرفوش يلبسوا حاجات من حتت تانية. البنات اللي رجليها كبيره قوي او الرجاله اللي رجليها مثلا مقاسها اصغر عن المقاسات العادي، فدول ناس بجد بيتعبوا فعلا عشان يلاقوا حاجه. هم ممكن يكونوا مش كتير في السوق، يعني ممكن كام بنت مثلا رجليها 43 ولا 44، يعني مش كتير. بس الصراحه انا لما بيجي لي الكاستمر ده ويقع عندي ويقول لي ياه انا لقيت فاينلي حاجه اعرف البسها، عشان احنا بنعمل يونيسكس 36 ل 46، فده بيدي مجال واسع وديزاينات واسعه ان انت ممكن تختاري اي ديزاين اعمله لك، فانا مش شرط اعمله في المقاس اللي معمول فيه، ممكن اعمله اي مقاس تاني. فدي حاجه بتفرحني جدا، وتقول لنا ده انا خلاص يعني انا افتح الجزامه الاقي كلها بلغه يعني. فده دي اكتر ناس بسميهم كونفرتد، يعني في ناس وانس انها بتلبس بلغه من عندنا خلاص ما بيعرفوش يلبسوا واحد. يعني عندي بجد كاستمر في الجونه بيشتري تقريبا 4 كل شهر. ايه اكتر قطعه في بولجا بتحسيها قريبه لقلبك؟ الشلاتين وينج. الشلاتين وينج اكتر قطعه بحس ان هو فيري اوريجينال، بحس ان هو بيحضن الرجل قوي، وبحس ان هو دي كان فيت مع ناس كتير، وهو من اول التصميمات اللي انا حسيت انه انا ابدعت فيه. الارتستيك الارتستيك سايد بالظبط، لان ده اول حاجه، لان احنا كمان ده من اللي بنسميهم الاوريجينال. فشلاتين وينج ده طبعا كلاسيك، يعني اي نعم الكلاسيك بولجا هي الاساس لان هي الشيب الاساسي، واحنا اكشلي دي حاجه مش معروفه عننا جامد، انه احنا اخترعنا القالب بتاعنا. احنا ما جبناش قالب من السوق وابتدينا نشتغل عليه، لا احنا صبينا القالب بتاعنا بمواصفات معينه ان هو يبقى واسع من قدام، ان صوابعك تقدر تتحرك فيه. فالكلاسيك بولجا ده هو ده الشكل القالب الاساسي اللي بنبني عليه بقى كل الديزاينز التانية، وفي كل الاشكال وكان color coordinated we can customize it. فممكن الخيط لون، وممكن مره شموع، ممكن جلد عادي، فالpossibilities are endless. فممكن تجيبي واحد كل شويه هو بس لون مختلف وتحسي انه جديد. يعني انتوا او اي حد طبعا في البيزنس ده، احنا او البيزنس بتاع الحرف اليدويه اللي هو فيه الكومبوننت بتاع الحرف اليدويه بيخليه دايما في سكيل معين من البيزنسز، يعني بيبقى مشروع او بيزنس صغير ميديم او ميديم، بس هو بيبقى ليه سكيل مش زي الحاجات اللي هي بتماسز وبتطلع كميات طبعا ملهاش عدد في اليوم. ده بتشوفيه ميزه ولا عيب؟ لا انا كان بيتضغط عليا زمان ان هو محتاج يبقى عيب، او الناس بتحاول تشاور لي ان ده عيب. انا دلوقتي شايفاه ان هو ميزه كبيره جدا 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 جدا. مع كل ما بكبر في السن بحس انه هو ده التوجه، هو دي الحاجه بالظبط اللي انا متسقه معاها. السلو فاشن والبطء اللي موجود في الانتاجيه بتاعتنا هو ده بالظبط الحاجه اللي انا متسقه معاها. انا مش عايزه فجاه الاقي نفسي بخبط 500,000 جوز في وقت واحد، مش لان هو ده عكس البطء اللي انا عايزاه. يعني انا اصلا بحب حياتهم البطيئه، فده معناه سرعه رهيبه، فانا مش عايزه اصلا اعيش الحياه دي. فلا بالعكس، ده ميزه كبيره جدا جدا جدا. وزي ما بقول لك، هو السرعه هتيجي، او الانتاجيه الاكبر، مش السرعه، خليني اقول الانتاجيه الاكبر تيجي من زياده عدد الناس، مش من ان انا هسرع انتاجهم. وبيديكي وقت تبقي ارتستيك. بالظبط، واديني وقت ان انا ابقى ارتستيك. بالظبط. لو بولجا دي شخص هتوصفيه بايه؟ لو بولجا شخص هوصفه بيا، يعني بيا انا ومنى اظن. يعني هي بولجا واخده من روحنا احنا الاثنين ومن الكاستمر بيس بتاعنا. يعني احنا فعلا رسمنا الكاستمر الصح. احنا في الاخر عملنا براند لنفسنا انوي، يعني لينا ولاصحاب. يعني انا في الاخر انا واحده عندي بانيون في رجلي، منى عندها رجليها واسعه وبتحب الحاجه كده مريحه، وهي هي ملكه الراحه. يعني وبعدين فبحس ان لو بولجا شخص هيبقى منى وجيجي. يعني في وقت حسيتوا انه غالبا احنا مش هنعرف نكمل، وايه اللي خلاكم تكملوا؟ غالبا مش هنعرف نكمل. ما حسيتش الاحساس ده لبولجا خالص. ممكن في البدايه خالص لما زمان قبل ما نبتدي بولغة او مثلا لو في اي مرحله من المراحل كنا مثلا انا وجيجي هننفصل او حاجه، اللي هو ان احنا مش هنكمل بعض تاني، لان احنا دايما حاسين انه هي بولغة هي منى وجيجي، فهي بتتكلم عننا. فممكن دي المرحله اللي ممكن اقول لك انه هشوف انا كمان تاني. خلاص. بولجة فين وطموح جيجي فين؟
اوكي. احنا دلوقتي نقدر نقول we are a small to medium business. عندنا مقرين، عندنا مقر في المعادي، عندنا محل في وسط البلد، بنبيع في المتحف المصري كبير، بنبيع مع ميكس اند ماتش، بنصدر للكويت، للسعوديه، دلوقتي شغالين في الصين كمان which is amazing. تصدير للصين مش بننتج الصين عشان بس ما نتفهمش غلط. ولكن انا طموحي البولجا ان احنا نبقى انترناشونال براند، ان احنا يبقى عندنا يا مقر بره يا نبتدي نصدر اكتر في اوروبا، في امريكا. يعني احب ان انا اتوسع اكتر، او في دول الخليج، يعني كلهم مش هقول لا. وطموحي كمان ان انا افتح محلات اكتر في مصر. يعني احنا مبتدين بس بوسط البلد، بس انا احب ان احنا يبقى عندنا محلات في اسكندريه او في القاهره، في حتت تانية. احب جدا ان احنا يعني نبقى recognized as one of the leading Egyptian brands في الفوتوير. يعني ده طموحي، ان احنا نأثر في السوق وفي الاندستري ككل، مش بس كبراند بس كمان كصناعه وكخامات كجلد. يعني لا، في حاجات كتير قوي محتاجها السوق الصراحه، وانا نفسي ان احنا نبقى ليدرز في الموضوع ده. ايدنتيتي بتاعتنا تفضل واحده، ان احنا هي دي بلغه. ان انا بدل ما عندي بشتغل مع شلاتين وسيوه وكرداسه وكل الحرف اللي احنا دخلناها وكاترين وكل الحرف دي كلها، تكمل بقى ان انا هدخل حرف مصر كلها. هو ده الجول. فالناس هتشوف دي بلغه، دي مدخله كل الحرف في البلغ بتاعتها. لو جالكوا دعم قوي جدا هنعمل بيه ايه؟ هتعملي بيه ايه؟ اوكي، اعتقد هنمشي فيه في 3 اتجاهات اساسيه. هنكبر سكيل البرودكشن وهنطوره اكتر بكتير عندنا، سواء من معدات او هنزود ناس، لان احنا الناس عندنا اساس. ففي معدات هنزودها، في ناس هنزودها. هنتوسع في الحرف بشكل اكبر، فهنقدر نسافر لاماكن اكتر بكتير، لان دي كلها بادجتس كبيره جدا جدا بتصرف. ممكن ناس كمان من القدام، يعني ممكن 30 نضخ فلوس ان هم يدربوا ستات اكتر ويدربوا حاجات. بنعمل ده على سكيل صغير عشان احنا بلغة. بس لو عندي فلوس اكتر، لا هدي بقى الناس هناك اللي هو لا، دربوا كتير يا جماعه. وطبعا ان شاء الله نطلع معارض بره، ونفتح لو نقدر نفتح ستور تاني هنا في مصر، يبقى جميل قوي. عظيم. ميرسي جدا جدا. شكرا، احنا انبسطنا ونورتونا. يعني احنا مش عارفين نشكركم ازاي. ميرسي خالص. عظيم يا جيجي، ميرسي خالص. Thank you. كلام جامد جدا. افراد.